المهلة وينقضي الأجل ويهجم عليك هذه اللذات ليقطعك من هذه الحياة. ولعلي في هذه الدقائق أن أرحل وإياكم إلى تلك الرحلة التي سنرحلها جميعا، وقد رحل نبينا صلى الله عليه وسلم بأصحابه في تلك الرحلة التي سأعيشها أنا وإياك. ففي حديث البراء بن عازب الطويل قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، انقطاع من الدنيا، انتهى الأجل، انقضت المهلة، انتهى تاريخ الصلاحية، فإن لك وقت محدد وتاريخ سينتهي والله في لحظة ما، يمكن بعد ساعة أو يوم أو يومين تنتهي لحظاتك وتنقضي ساعاتك، تنتهي أيامك وتنقضي سنواتك في هذه الحياة وترحل إلى الدار الآخرة. هذه اللحظة التي سأعيشها أنا وإياك شئنا أم أبينا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول في لحظة واحدة، وربما كان يذهب ويأتي ويضحك ويسر انقطع من الدنيا، فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، لأنه مؤمن، لأنه تقي، لأنه مستقيم، لأنه طالما يستعد لهذه اللحظة، والله ما عاش في دنياه إلا من أجل هذه اللحظة، كان همه الموت، يفكر كيف يكون قبره روضة من رياض الجنة، يحافظ على الصلوات، يتسابق إلى الطاعات، كان بارا بوالديه، كان سريعا إلى الطاعة، بطيئا في المعصية، إذا وقع في المعصية تاب واسترجع ورجع وانطرح بين يدي ربه باكيا. فما جزاؤه؟ منذ أول لحظة تنقطع لحظاته في هذه الحياة تحصل له البشائر والسرور والأنوار. اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ملائكة الرحمة، ويجلسون مد بصره، هو يراهم ويرونه ويستبشر ويفرح، لأن وجوههم تدخل الفرحة والسرور، وجوههم مشرقة مستنيرة كأنها الشمس، فيجلسون منه مد البصر، لأن ليس مهمتهم ولا وظيفتهم قبض الأرواح، وإنما وظيفة أخرى. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هنيئا له والله، أول بشارة يرى ملائكة الرحمة كأنها تطمئنه، كأنها تبشره، تهون عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم تأتي البشارة الأخرى من ملك الموت: اخرجي أيتها الروح الطيبة، الروح الزكية التي طابت بالعمل الصالح، طالما كان سريعا إلى فعل الطاعات والصالحات. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، بسهولة ويسر كما تتدحرج القطرة من فم القربة، كيف تخرج؟ بكل سهولة ويسر. كذلك روح العبد المؤمن، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. ملائكة الرحمة تنتظر بفارغ الصبر، لم يدعوها في يده طرفة عين، يريدون أن يستبشروا بتلك الروح الزكية. والله لولا أن الله كتب أن لا يقبض الروح لقبضوها. من شدة السرور والفرح يريدون أن يستبشروا، يريدون أن تكون لهم البشارة بقبض هذه الروح الزكية المؤمنة، فينتظرون بفارغ الصبر حتى يقبضها ملك الموت فلا يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. من كل سماء مقربوها، ليس أي ملائكة بل المقربين في تلك السماء. هل تظن أن جنازة هذا الصالح التقي المؤمن يشيعها فقط أهل الأرض؟ له تشييعين، تشييع في الأرض وتشييع في السماوات، ومن كل سماء مقربوها. أما في الأرض فيشيعون الجسد، وأما في السماوات فيشيعون الروح. فهنيئا لك أيها المستقيم، هنيئا لك أيها المؤمن التقي، أيها الطائع الصالح، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. اسمع البشارة، اسمع ماذا يقول جل جلاله: وقد وصلوا بها قريبا من رب العزة بعد السماء السابعة، حتى كانت قاب قوسين أو أدنى. ما عسى الجبار أن يقول عن هذه الروح الطيبة الزكية. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. اكتبوه في عليين، سجلوه بأنه في عليين. وما أدراك ما عليون؟ في عليين، في أعلى عليين في الجنة. هذه نتيجته، سجلوا كتابه، اكتبوه بأنه ناجح وأنه في أعلى عليين من الجنة. أسألكم بالله، هل اختبر؟ هل قامت الساعة؟ هل سأله منكر ونكير في القبر؟ لم يسأل، ومع ذلك أتت النتيجة قبل الاختبار. هل سمعتم بنتيجة في الدنيا كلها تخرج قبل الاختبار؟ إلا لهذا العبد المؤمن. لماذا؟ لأن الله يعلم أنه ناجح وأنه سينجح في الاختبار، لأنه ما عاش إلا من أجل هذا الاختبار. عاش تقيا مؤمنا صالحا، سريعا في الطاعات، بطيئا في المعاصي.
فتأتيه البشارة من رب الأرباب: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، لأنه كان تقي. هل تظن أن كل أحد سيجيب؟ لا والله، أسئلة سهلة تدرس في الابتداء: من ربك وما دينك ومن نبيك، لكن والله الذي لا إله غيره لن يجيب إلا من ثبته الله. هناك من سينسى اسمه وينسى حتى نبيه كما في العبد الفاجر كما سيأتي بعد قليل. لا تظن أنك ستجيب بمذاكرتك وبذكائك، وإنما ثبتك الله لأنك مستقيم، لأنك صالح، لأنك تقي. ولذا قرأ صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هناك ناس في الدنيا وهم في الدنيا ما استطاعوا أن يقولوا لا إله إلا الله عند السكرات، فكيف سيقولونها في القبر؟ كيف سيقولون إذا وقفوا أمام رب العزة؟ في السكرات ما استطاع أن يقول، حبس لسانه، مع أنه اسمه عبد الله أو عبد الرحمن، لكنه ما عاش لله. شابين كانا يسيران في طريق الغواية والضلال والشهوات والمعاصي، من الله على أحدهما بالهداية فاستقام واهتدى وذاق اللذة والسرور التي طالما بحث عنها في اللذات والشهوات والمعاصي فما وجدها، فبدأ ينصح صاحبه. هما كان مع بعض في طريق الشهوة والمعاصي، فيقول: فلان أنا معك، كنا في طريق المعاصي، ماذا استفدنا؟ هل وجدنا لذة؟ هل وجدنا سرور؟ هل انشرحت صدورنا؟ تب إلى الله يا فلان، اترك المعاصي، كفاك، يمكن تموت في أي لحظة. ولكنه كابر واستكبر وظل على غيه حتى أصيب بالمرض، فدخل المستشفى. فقال صاحبه المهتدي: فرصة أني أذهب إليه في المستشفى، والمريض أقرب ما يكون إلى ربه، لأنه ربما يودع، لأنه أحوج ما يحتاج إلى ربه، لعلي أن ألح عليه وأناصحه وأذكره فينتصح ويتعظ. فكان كل يوم ينصحه ويذكره بالله، يقول: فلان يمكن تموت في مرضك، كفاك شهوات ومعاصي، أنا معك، عشنا تلك المعاصي والشهوات فما وجدنا إلا ضنك وتعاسة وشقاء، ماذا استفدنا؟ حتى أتت اللحظة الحاسمة. قال: فلان، وهو منطرح على فراش هذا المريض، قال: يا فلان، يناديه. قال: نعم. قال: ائتني بالمصحف. قال: جب لي مصحف. يقول: ففرحت صاحبه المهتدي أشد ما أفرح، عسى أن يقرأ في هذا القرآن فيختم له بخير، يكون آخر لحظات أنه قرأ آية فيموت على كلام الله فيدخل الجنة فيغفر الله له. فانطلقت، وقفت من شدة الفرح أبحث عن أقرب مصحف، فأتيته به، فلما أخذه وأمسكه قال: يا فلان، أشهد الله وملائكته وأشهدك بأني كافر بهذا المصحف. ثم فاضت روحه إلى بارئها. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أما التقي، أما المؤمن، أما المستقيم، أما الصالح فيثبته الله فيجيب مباشرة: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء، اسمع البشارة الأخرى من رب العزة، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. الله أكبر، الله أكبر، يفرش من فرش الجنة. هل تظن أن هذه المقابر كلها ضيقة مظلمة؟ لا والله، هناك مقابر مستنيرة، هناك مقابر روضة من رياض الجنة، يفسح له مد بصره في القبر، تفرش من فرش الجنة. والله لو دفعت الدنيا ومليارات الدنيا كلها على أن يؤتى بشبر من هذا الفرش فيفرش له لن تجده في الدنيا، لأنه فرش من فرش الجنة. أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، بشائر تلو البشائر تنهال عليه في قبره، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا الصف الأول، أنا قراءة القرآن، أنا تقصير الثياب، أنا البر بالوالدين، أنا الصدقات، أنا العمرة، أنا الحج، أنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما عرفتني. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصيته، فجزاك الله خيرا. فيقول العبد يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. يستعجل في قيام الساعة، يرى القصور والدور، يفتح له باب إلى الجنة. تخيل وأنت في قبرك ترى قصورك، ترى الأنهار، ترى الأشجار والبساتين، ترى الحور العين، بل يأتيك من روحها وطيبها. كيف يكون حالك في قبرك؟ أسألكم بالله ما حال أهلها الآن؟ أهل ما حالهم في الدنيا؟ بكاء وعويل وعزاء، وناس يسافرون من أقصى الدنيا يعزونه. والله الذي لا إله غيره لو علم أهله ما حل بابنهم من البشائر والسرور لقالوا لكل من يعزيهم لا تعزينا، فإنه